دنباش أصدقائي، اليوم رح نتعلم ضمائر الملكية في اللغة الكردية. في اللغة الكردية في عنا 7 ضمائر ملكية اللي هن من، خاصتي، تا، خاصتك أو خاصتك، و، خاصتها، وي، خاصته، ما، خاصتنا، و، خاصتكم، وان، خاصتهم. طبعا قبل ما نجيب أمثلة ضروري نوضح شغلة. في اللغة الكردية الكلمة إلها جنس، إما مذكر أو مؤنث، تماما مثل الحالة الموجودة في اللغة العربية وكمان في اللغة الألمانية. على سبيل المثال في اللغة العربية عم نقول هذا قلم، القلم مذكر. هذه حياة، الحياة مؤنث. أو باللغة الألمانية ديا هوند، بمعنى هوند الكلب مذكر لأنه استخدمنا معه ديا. أو دي لامب، اللمبة مؤنثة. هالحالة موجودة عندنا كمان باللغة الكردية. لذلك لما نستخدم كلمة جنسها مذكر نستخدم قبل ضمير الملكية حرف A. أما إذا كان جنسها مؤنث نستخدم A. أو إذا كانت جمع سواء كان مذكر أو مؤنث نستخدم إن. منجيب مثال على كلمة برتوك بمعنى كتاب. لأنه كلمة كتاب مؤنثة رح نستخدم A. برتوكا من، برتوكا تا، برتوكا وي، برتوكا وي، برتوكا ما، برتوكا و، برتوكا وان. أو برتوكين وان، قلنا للجمع سواء كان مذكر أو مؤنث نستخدم إن. مثال ثاني على كلمة جنسها مذكر مثل تمن، عمر. تمني من، استخدمنا إيه لأنه تمن مذكر. تمني تا، تمني وي، تمني وي، تمني ما، تمني و، تمني وان. وهلا بدي أعطيكم مثالين يا ريت لو تصرفوهن مع ضمائر الملكية كلها. جيان جنسها مؤنث، وجاف جنسه مذكر.